السلام عليكم. الكثير من المترشحين والمترشحات للبكالوريا يطرحون مشكل التمييز بين النص النظري والنص التطبيقي. فما هو الفرق بين النص النظري والنص التطبيقي، أو كيف نميز بين التطبيقي والنظري؟ نبدأ بالنص النظري. فالنص النظري في الحقيقة هو نص نقدي يناقش فيه الكاتب أو صاحب النص قضية معينة أو اتجاه معين. هذا الاتجاه أو هذه القضية قد يكون بحسب المقرر ديال الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية لا يخرج عن الاتجاهات الثمانية. عندنا إحياء النموذج، سؤال الذات، تكسير البنية، تجديد الرؤية، القصة، المسرحية، المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي. هذه 8 الاتجاهات النص النظري لا يخرج عنها. يعني النص النظري في الامتحان الوطني غادي يكون عندك كيهضر على واحد من هذه الاتجاهات. كيف نميز؟ يعني من حيث الكتابة فالقصيدة باينة والنص النظري باين. القصيدة كتكون مبنية بناء شعري والنص النظري يكون بناء نثريا أو كتابة نثرية، يعني هذه باينة. لكن المشكل فين غادي يوقع أو الاختلاف فاش كيوقع هو أنه ملي كتطرح قصة يعني مكتوبة بنفس الطريقة باش كيتكتب النص النظري نثرية، غير التمييز بينها البعض يجد فيه مشكلا، اللي هو واش نص نظري كيهضر على القصة ولا قصة. إذا قريت النص ولقيت فيه الأحداث والشخصيات والزمان والمكان، يعني فيه واحد الحكاية كتقراها وتشعر وكأنك تقرأ أو عفوا تشاهد فيلما، يعني تتابع الأحداث. والنص النظري يكون يتحدث عن هذه القصة، يعني قد يعرف لك القصة، يقول لك القصة هي كذا، ظهرت في كذا، من خصائصها كذا. إذن هنا لا نجد حضورا للقصة، وإنما نجد لا نجد حضور الأحداث، ولكن نجد قضايا ونجد موضوع يناقشه أو يعرف بفن القصة. وفي الغالب دائما الكتابات أو النصوص النظرية تكون تعالج هذا الاتجاه، تعرف بها. قد تقدم لك الأعلام، قد تقدم لك التاريخ، الخصائص إلى غيرها من الأمور التي يمكن أن يناقشها الكاتب في النص النظري، لأنه من التسمية ديالو يسمى نظريا، بمعنى أنه ينظر لشيء معين. ودائما هناك شيء ما هو نظري وما هو تطبيقي. وإلا رجعتوا للكتاب المدرسي غتلقى في البداية دائما في كل اتجاه كيوضعوا النص النظري، كيعرف بهذا الاتجاه شكون هو، ما تظاهر، أعلامه، خصائصه، باش كيتميز على الاتجاهات الأخرى. عاد كتجي من بعد منه واحد النص تطبيقي، وغتمشي يعني في القصائد الشعرية غتلقى النص النظري باين والقصيدة باينة، ولكن فاش تمشي للاتجاه اللي هو فن القصة ولا فن المسرحية غتلقى نص نظري كيهضر على خصائص القصة ومميزاتها، هو نص نثري مكتوب بحال القصة، غير المحتوى اللي مختلف. الكتابة بحال نثرية، ولكن المضمون يختلف. غتلقى نص نظري كيهضر على القصة شكون هي إلى غير ذلك، ثم غتمشي للقصة غتلقى فيها قصة ديال شي واحد، شي شخصية ولا شي سارد ولا ما شابه ذلك. إذن هذا هو الفرق ما بين النص النظري والنص التطبيقي. والنص النظري راه عنده منهجية خاصة به ومختلفة تماما عن النص التطبيقي. أما النص التطبيقي يعني يكون قصة، يقدر يكون مسرحية، يقدر يكون قصيدة شعرية، ويقدر يكون نقدي. يعني النص التطبيقي ما كيخرجش على 4 ديال الاختيار أو 4 ديال الاحتمالات عفوا. إما يكون قصيدة، هذا كيتسمى نص تطبيقي، إما يكون قصة غتستخرج فيها الأحداث والشخصيات والزمان والخطط السردية والرؤية السردية إلى غير ذلك، ويقدر يكون مسرحية، يعني تقريبا عندها نفس المنهج ديال القصة مختلفين في واحد شوية، أو يقدر يكون نص نقدي. النص النقدي حتى هو تطبيقي وكيتشابه مع النص النظري، لكن فيما بعد سنبين الفرق بين النص النظري والنص النقدي. إذا نتمنى أن يكون الفرق اتضح بين النص النظري والنص التطبيقي. موعدنا مع فيديو جديد إن شاء الله.